السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده هنتكلم عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، وهركز على نقاط مهمة جدا جدا. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعة عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا، ومحتاج رأيك في التعليقات. طبعا احنا كسبنا 1-0 ودي حاجة كويسة الحمد لله. الأهلي يعتبر أنهى الشوط الأول من المواجهة في تنزانيا في دار السلام بالفوز 1-0 في ظروف نوعا ما صعبة، يعني مش صعبة قوي بس ماشي، احنا بنقول في غيابات في إصابات. الأهلي الحمد لله يعني عمل نتيجة إيجابية بشكل كبير، ولكن على مستوى الأداء ويعني شكل الفريق داخل الملعب فعلا الأداء يخوف. يعني هل بالمستوى ده النادي الأهلي يقدر يكسب دوري أبطال أفريقيا؟ هل فيما بعد في الماتشات الإقصائية الصعبة الأهلي هيقدر يفوز ويفرض شخصيته؟ يعني محتاجك أنت تجاوب على السؤال ده. أكيد أنا فرحان إن الأهلي كسب النهاردة، وأكيد أنا بدعم الفريق، وأكيد يعني أهم حاجة بالنسبة لنا مصلحة الكيان بشكل عام. ولكن برضه أنا راجل بحب النادي الأهلي، ومحتاجين نفهم الدنيا فيها إيه. يعني النهاردة أنت مستسلم بشكل كبير. خلي بالك أنا مش بعرف أزوق في الكلام، بتكلم كورة منطقيا. هتقول لي في غيابات، ايه المشكلة غيابات؟ ما انت برضو السكواد كله عندك لعيبة دوليين، لعيبة تقيلة خبرات، يعني انت فاهم ازاي؟ يعني وسيمبا التنزاني فريق مش مرعب قوي، يعني سيمبا مش سان داونز، غير مصنف. فانت النهاردة شكلك في الملعب مش حلو، الاداء يعني غير مقنع خالص. الشوط الاول سجلنا هدف بالصدفة، كرة لعبت هجمة مرتدة عرضية خبطت وبتاع، بعد كده كوكا سجلها. غير كده انت ما عملتش حاجة خالص. يعني ممكن في نهاية المباراة كهربا ضيع كورتين وبتاع، ولكن في معظم اوقات المباراة نادي الاهلي مستسلم. مش بنبني هجمة، احنا بندافع بس ومش عارف تدافع. خلي بالك الاهلي مش عارف يدافع. الاهلي سهل الاختراق، باصتين 3 بيوصلوا. والله لو سيمبا عندهم مهاجم يخلص كنا نخسر النهارده 3-4. شوبير مان اوف ذا ماتش، ودي حاجه تخوفني اكتر. يعني لما اقول لك مصطفى شوبير متالق وصد 3 4 5 كرات، ماشي الحمد لله، هو مستقبل وعنده الموهبه وعنده القدرات، ولكن ليه انا اكون في الوضع ده؟ خلي بالك الكره دفاع وهجوم، والنادي الاهلي فريق مش صغير، والنادي الاهلي لازم يفرض الشخصيه. بنتكلم ان الاهلي بمن حضر، اكيد الاهلي بمن حضر، اكيد الاهلي بمن حضر، ولكن مش بالشكل ده، مش بالاداء ده. يعني انت النهارده تستقبل 3 4 5 اهداف مستريح. يعني النهارده فوز خادع اقسم بالله. كولر محظوظ بشكل رهيب. يعني النهارده خلي بالك هو الجمهور عاطفي، الجمهور عاطفي، انا واحد منكم، يعني انا واحد من الجمهور عاطفي. بنكسب بنفرح، بس انت لما بتشوف الاداء، الناس اللي بتحلل، الناس اللي بتقيم الاداء، ايه ده؟ بجد انا بتفرج زعلان، وبجد برضو انا بتفرج وعارف ان الاهلي هيستقبل هدف، بس هي قفلت. انت فاهم؟ يعني هما مفيش حظ عند سيمبا التنزاني، والحظ كله مع النادي الاهلي. اهداف محققه يا باشا. يعني اللي شاف الماتش عارف الكلام اللي انا بقوله ده. اهداف محققه من اول دقيقه. كره اتلعبت ضربه ركنيه، اللاعب لو بيعرف يلعب براسه بس هيسجلها باريحيه. فين الدفاع اللي عندك؟ رامي ربيعه، مع احترام الرامي مفيش غيره، يعني ما فيش غيره. محمود متولي النهارده كان موجود، ولكن متولي بيتم استبعاده من قبل كولر. ربيعه بيعمل اخطاء ساذجه جدا جدا جدا، رغم كبر سنه. ربيعه مش صغير النهارده. عبد المنعم في التوهان، هو مش مركز، بجد مش مركز. ما تقوليش اجهاد انت بقى، ما حدش يقول لي اجهاد والنبي، دي كوره بقى. اجهاد اركن ريح، ما تنافس، بلاش تنافس. انت لو اجهاد، لو بالشكل ده اجهاد، خلاص بقى انت فري بره اوت. ولكن انت النهارده مفيش حد فايق خالص، وكولر حتى يعني بيتاخر في التبديلات ومصمم على موديست. ليه موديست؟ طب ما كهربا يبدا. ليه حسين الشحات؟ حسين الشحات النهارده انا ما شفتوش اصلا بجد. هو ما حضرش في سيمبا، ما حضرش في تنزانيا. يعني انا مش فاهم حسين الشحات بيفكر في ايه، انا مش فاهم كان بيتحرك فين. يعني تاو نوعا ما كان بيشكل خطوره، بيستلم، بيروح، بيراوغ. موديست نوعا ما كان بيحارب، رغم اني مش مقتنع خالص بموديست. لكن الشحات ولا بيدافع ولا بيهاجم. مروان عطيه لازم كل ماتش ياخد كارت اصفر، لازم. عمرو السوليه يعني تقريبا ده اخر موسم بالنسبه له، ما ينفعش يكمل، ما ينفعش يكمل. محمد هاني نوعا ما، لكن برضه هاني الجبهه مستباحه. يعني
يعني تقريبا كل كرة بتشكل، كل كرة هما بيوصلهم، لولا بقى ستر ربنا مصطفى شوبير الكرة تخبط، الكرة مش عارف لعيب في اخر لحظة يطلعها مننا، لما نزل قفشه انقذ هدف محقق، مش عارفة مين بيطلع كوكا. ولكن انت مش متماسك. يعني النادي الاهلي ما عندوش ضغط منظم جماعي، النادي الاهلي مش بيقفل بشكل كويس، انت مش عارف تدافع. يعني الناس اللي بتقول النهارده سجلنا وبندافع او بنلعب مثلا على الكونتر اتاك، بنلعب على الهجمه المرتده واحنا كده تمام، لا مش تمام. انت مش تمام، صدقني الشكل مش حلو، مش هو ده بطل القاره، مش هو ده الزعيم يا عم. لا انت بتتكلم في ايه؟ بص ما تقوليش اصابات ولا غيابات. انت عندك امام عاشور مصاب نزل مكانه السولية فرده برضه، عندك ما شاء الله مصطفى شوبير سادد المكان ما شاء الله بطل. يعني مين تاني اللي مصاب عندك؟ امام عاشور. انا قلت لك اللي عمرو السولية مكانه. يعني الغيابات مؤثره، بس انت عندك اوراق وعندك عناصر قدام خصم مش قوي قوي. يعني انت فاهم ازاي؟ فاتمنى ان كولر الفتره الجايه يركز اكتر من كده، واللعيبه تقدر شويه الموقف اللي احنا فيه. زي ما قلت لك كده، احنا كسبنا اول معركه في تنزانيا 1-0. الله اعلم ايه اللي هيحصل الفتره الجايه في الماتش القادم في مصر. خلي بالك هم برضو عندهم لعيبه، يعني لعيبه ممكن يعملوا حاجه، بس اللمسه الاخيره بالنسبه لسيمبا التنزاني مش حلوه. لعيبه عناصر، بعض العناصر بخصوص سيمبا التنزاني ممكن يسجلوا اهداف في مصر، تمام كده؟ فلازم احنا يكون عندنا الحذر، ولازم برضو يعني انت تلعب على الفوز. لازم النادي الاهلي يلعب على الفوز في كل ماتش باداء ونتيجه، ده لازم. مفيش الظروف خلي بالك مش صعبه بالشكل ده. يعني انا متخيل ان الناس مفكرين الاهلي فاضي. ليه يا عم؟ مش فاضي ولا حاجه. الاهلي عنده لعيبه، والاهلي المفروض عنده مدرب في التوهان. كولر بيهرج بجد، بيهرج. يعني هو لسه فاكر ينزل قفشه، ولسه فاكر ينزل رضا سليم، وعبد القادر رميه بره، احرف لاعب في مصر رميه بره خالص. يعني انا مش فاهم الدماغ دي. فانا اتمنى ان المدرب يعني يلعب في مصلحه الفريق اولا، ثانيا طبعا لعيبه تركز اكتر من كده داخل الملعب، وان شاء الله خير. يعني ان شاء الله الفتره الجايه النادي الاهلي يأدي بشكل افضل من كده، ونقدر نكسب دوري ابطال افريقيا. زي ما قلت لك هو الفوز خادع نوعا ما، بس ان شاء الله القادم افضل بالنسبه لاعظم نادي في الكون. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعه عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. شكرا ليكم، سلام عليكم.